الإخوة اللي كانوا بيهاجموا امبارح محمد عادل حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وبيقول لك كلاتنبرج جاي يخدم النادي الأهلي، وشوية بشوية طلع بعديهم مرتضى منصور في أثناء الحلقة وعمال يهاجم في محمد عادل وفي التحكيم. كلاتنبرج اللي هو بياخد تعليمات من حازم إمام بقى دلوقتي بيطبطب على النادي الأهلي. كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بقى هو اللي بيطبطب. جهاد جريشة بقينا نسقف له ونقول له برافو علشان قال ان ضربة الجزاء اللي احتسبها الحكم محمد عادل في مباراة المقاولين وطلائع الجيش مش ضربة جزاء، بقى حلو. جهاد جريشة اللي كان في مباراة المقصة والزمالك كان وحش ومش حاكم ولا يعرف عن التحكيم حاجة، وكان مرتضى منصور كل شوية يقول له يا ابو شرط ويا ابو صفارة وحكم ايه ما اعرفش ايه. دلوقتي بقى محمد عادل كخة، محمد عادل بتاع الاحتواء اللي احتوى مباراة 5-3 للزمالك، قال لك لو ما احتوناش المباراة كانت فرطت مننا. بقى وحش محمد عادل، وكلاتنبرج بقى بيخدم على النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. وهولندا اول المتأهلين لدور الثمانية في كأس العالم. هولندا عملت ماتش للتاريخ النهارده بصراحة، وماتش جامد وروعة قدام امريكا، وفازت على امريكا 3-1 وصعدت لدور الثمانية. هتستنى بقى الفائز من الارجنتين واستراليا، علشان لو فازت في دور الثمانية خلاص هولندا مكملة للنهاية حتى لو ما خدتش البطولة، لنهاية البطولة يعني. وعلي معلول، عودة علي معلول للنادي الأهلي والتدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد أداء مشرف مع منتخب تونس في كأس العالم في قطر. علي معلول رجع النهارده الجناح الأيسر الطائر بتاعنا علشان الأهلي يظبط أداؤه في مباراة غزل المحلة، اللي بالمناسبة النهارده المدير الفني بتاع غزل المحلة ما راحش حضر التمرين علشان انا سامع كلام ان هيروح يدرب المصري واغروب الفلوس. دلوقتي مفيش حد هيطلع يتكلم، زي مفيش حد ولا اي اعلامي. وسؤال لكل الاعلاميين، في حد طلع يتكلم على خناقه عبد الله جمعه واسامه نبيه؟ لما عبد الله جمعه ضرب اسامه نبيه، بالاماره كمان ان اسامه نبيه احتمال كبير يعملوا له استبعاد من جهاز نادي الزمالك، راح ابن اسامه نبيه رد الضربه لعبد الله جمعه. بعد ما عبد الله جمعه ضرب اسامه نبيه، ابن اسامه نبيه قام ضرب عبد الله جمعه. مفيش ولا اعلامي. سؤال بقى هنا، بدل ما قناه الزمالك طلعت تهلل او اي اعلامي في مصر على اي قناه جاب سيره الخناقه، هو ده بسبب ان امير مرتضى قافل على اللعيبه وقافل على الفريق وقافل على الجهاز الفني، ولا هو كلامه وخلاص؟ صدقوني يا ساده، لو في حد لاعب بس من النادي الاهلي كان عمل بس كلمه اتكلم بس كلمه، كان الاعلام كله هاج وصار عليها وما كناش خلصنا فيها لمده اسبوع يحكوا فيها. لكن علشان قناه الزمالك وعلشان اللي حصل مع لعيبه الزمالك ما حدش بيتكلم من الاعلام، ولا حد بيتكلم خالص ولا بيقول اي حاجه. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.